السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا له، عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد ان احنا نحمل التطبيق ونشتغل اكتر من عدة ايام. عشان كده بدعوكم ان انتوا تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في عضويه مميزه. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق موبايل مصر. التطبيق ده مساحته 43 ميجا، حمله اكتر من 10000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص ببيع وشراء الموبايلات والاجهزه اللوحيه زي التابلت وزي اللابتوب وزي البلاي ستيشن وزي الساعات السمارت وزي الايربودز والحاجات دي كلها. تقدر ان انت تلاقيها الحاجات المستعمله وليس الحاجات الجديده. يعني لو انت بتدور على موبايل مستعمل، حابب ان انت تشتري موبايل مستعمل وبتدور على ماركه معينه او بتدور على الماركه المفضله او بتدور على افضل ماركه، فانت بتقدر ان انت تعمل سيرش على من خلال التطبيق ده وتقدر تلاقي موبايلات. كمان لو انت معاك موبايل وحابب ان انت تبيعه او حابب ان انت تبدله او حابب ان انت تعرضه على التطبيق، بتقدر برضو ان انت تعرضه ببساطة وبسهولة. برضو لو بتدور على لابتوب، بتدور على كمبيوتر، بتدور على ساعات السمارت، بتدور على ايربودز، بتقدر تلاقيها برضو. تقدر كمان تتواصل مع لو انت بتشتري بتقدر تتواصل مع اللي بيبيع، ولو انت بتبيع بتقدر تتواصل مع اللي بيشتري، تقدروا تحددوا على السعر بتتفقوا عليه. بحيث لو يعني اللي بايع مثلا ده سعره النهائي ولا في كلام، وبتقدروا ان انتوا تتقابلوا مع بعض وتقدروا ان عملية البيع تتم ما بينكم ببساطة وبسهولة جدا. كمان تقدر تدور على الموبايلات او التابلتات اللي بتكون موجودة في المحافظة اللي انت فيها او في المدينة اللي انت فيها، بحيث انت مثلا ما تكونش في محافظة في محافظة القاهرة وبتدور مثلا على موبايل فتلاقيه مثلا في محافظة الاسماعيلية او في محافظة اسوان او كده. لا، بيكون في التطبيق لوكيشن بيعرف المكان بتاعك فين، بحيث ان هو يجيب لك اقرب ناس عارضين الحاجة اللي انت بتدور عليها في المحافظة في المدينة اللي انت فيها، او بعد كده في المحافظة اللي انت فيها، مثلا بعد كده المحافظة اللي بعديك. لو انت مثلا في القاهرة بتلاقي مثلا حد في الجيزة اللي هي اقرب حاجة ليك، او حد مثلا في القليوبية او حد في المنوفية، بحيث ان هو ما يجيبلكش مكان بعيد قوي عنك. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. عيوب التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافه لان التطبيق لسه جديد، لسه معلوش عدد تحميلات كتيره. لسه مفيش يعني ناس كتيره منزله حاجات عارضينها للبيع، ولسه مفيش ناس كتير بتخش ان هي تشتري علشان التطبيق لسه جديد. ده كده المميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح التطبيق معين تكتب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.